ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معاكم في يوم جديد وفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والامه الاسلاميه بخير. عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. النهارده بقى معاكم في يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده جوله سريعه بعد فرش العيد ان شاء الله باذن الله. يعني انا متاكده باذن الله ان الفرش السنه ده يعجبكم. انا كده يعني انا بعمل لكم المقدمه بعد اساسا فرشت الشقه كلها. فطبعا عملت معاكم العيد اللي فات اللي هو العيد بتاع رمضان يعني. عملت معاكم برضو ايه حبه تغييرات كده في الشقه، وبرضو من غير تكلفه ولا اي حاجه، يعني بنغير كده حبه حاجات في الشقه بحيث ان احنا نحس بتجديد وتغيير يعني في المكان، من غير ما نكون مكلفين نفسنا. يعني مش لازم تكون مكلفين نفسنا فلوس كتير يعني. تمام. برضو السنه دي او العيد ده عامله برضو تغيير في اوضه النوم. بصوا شقلبت الاوضه كده شقلبه. بس يعني انا مش هعمل معاكم اي روتينات خالص، هو يعني جوله قبل وبعد الفرش يعني. تمام. فاتمنى الجوله النهارده تعجبكم باذن الله. حطي لايك الفيديو، اشتركي معايا لو مش مشتركه، وطبعا هستنى رايكم في الكومنتات. ويلا بينا اخدكم جوله قبل الفرش وعلى طول بعد الفرش. بحب ارحب بكل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي من فوق. واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا معايا جديد في القناه، منوريني ومشرفيني وجودكم معايا ده شرف كبير قوي. طبعا انا ما عرفتش اعمل اي روتينات خالص وانا بفرش الشقه، لان انتوا عارفين انا ما كنتش اساسا موجوده. يعني الناس اللي متابعيني عارفين انا ما كنتش موجوده في البيت، فطبعا جيت متاخره، فاللي هو ايه كنت بجري ورا نفسي كده. كمان كان الجو حر جدا، والتصوير ده يعني بيبقى اللي هو ايه مش واخده راحتك قوي. تمام. فقلت اللي هو ايه اخلص كده فرش الشقه، وبعدين برضو اخدكم جوله، وباذن الله اللي جاي اقوى باذن الله. وحطوا بقى اللايك الفيديو. يلا بينا اخدكم جوله على طول، يلا بينا. وهنا يا بنات زي ما انتم شايفين كده دي جولة طبعا قبل الفرش. طبعا الدنيا بقى مقلوبة ومكركبة، وكمان انا اللي ببقى قاصدة ان ايه الدنيا تبقى ايه مقلوبة كده ومش على بعضها، عشان خاطر لما اجي افرش اكون حاسة بتغيير وكده. تمام. طبعا الرفين دول كانوا واقعين، كنت لازقهم كده بالدبل فيس اللي هو ده، فكانوا وقعوا كام مرة فاشتلتهم، قلت ابقى اعملهم على العيد. فطبعا وانا برضو بعمل اخر فيديو قلت لكم انا مش هعمل اي حاجة في الركن هنا غير لما نبقى نخلص بقى شغل بالشنيور وكده، لان انتوا عارفين بقى ايه العفر بقى والتراب اللي انا وريتهولكوا ده طبعا نازل من الايه من مكان ما كنا بنعمل يعني ايه للارفف. فزي ما انتوا شايفين الدنيا كانت متبهدله كده. طبعا انا في الوقت ده مسحت الشاشه، وكمان مسحت كده اللي هم الرفين برضو، كنت اللي انا قادره عليه صراحه بعمله. احنا كنا هنا يا بنات كنا بعد العصر، لان انا قمت الصبح بدري اشتلت بقى فرش السرير كله، شغلت عليه الغساله وكمان نشرته. قلت على ما اخلص كده يعني على قبل المغرب ان شاء الله اكون لماه ومطبقاه وحاطه كل حاجه مكانها. فزي ما انتوا شايفين اوضه الولاد كمان كانت متبهدله ومكركبه، وكمان اوضه النوم. فزي ما انتم شايفين كده كل حاجه كانت على بعضها. وعايزه اقول لكم كمان انا اللي ببقى قاصده اسيب كل حاجه كده عشان خاطر لما اجي افرش الشقه يبان عليها يعني الفرش ويكون شكلها حلو كده. طبعا ده المطبخ برضو يا بنات زي ما انتم شايفين يعني اللي هو ايه في حبه مواعين طبعا عايزه تحط مكانهم، وكمان البوتاجاز عشان كنت بعمل فطار فهو البوتاجاز برضو متبهدل. فطبعا بعد الفطار كده هغسله، والرخام عايز يتلمع، لان طبعا انا يعني عايزه اقول لكم انا اتمرمطت اخر مرمطه في الشقه قسما بالله، انا طلع عينيا الاتنين. فالحمد لله يعني كل حاجه يعني ايه عايزه كده حبه تلميعات بسيطه يعني قبل الفرش. وكمان كنت بقى سلقت الترمس الصبح كده، كنت نقعاه قبلها بيوم، يعني المفروض ان هو يعني ايه يتنقع 24 ساعه. فانا بالفعل نقعته كده 24 ساعه. والصبح كده بعد ما شغلت الغساله قمت جايه بقى ايه مولعه الترمس يتسلق يعني وكده، بحيث ان انا اخلص من حاجات كتير وانجز. وعلى طول بقى قمت بعد ما عملت فطار يعني وكده وجهزت كل حاجه، فقمت على طول بدات في فرش الشقه اللي هو كنا بقى بعد العصر. طبعا وريت لكم بقى كده الجوله قبل، تعالوا بقى شوفوا بعض ونقول ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم يا بنات مهما يكون بيتك بسيط بلمساتك انت هتخليه كده جنه. يعني الموضوع اللي هو مش هو يعني لازم تكوني صارفه بقى ومكلفه ومبهدله نفسك، لا، هو بس بلمسات ايدك كده وترتيباتك ونظامك. فكل عيد كده اللي هو مثلا انا ببدل في الفرش بتاع الارضيات اللي هو السجاد يعني مثلا بغير في الستاير. فاللي هو كده يعني ايه بتبقى لمسات بسيطة من صنع ايدك انت يا ست الكل، فبتحس ان شقتك فعلا جنة. بتحس ان شقتك قصر بجد.
فطبعًا دي كانت جولة بعد يا بنات ما فرشت، شايفين بقى الreception أو الرُكنة ما شاء الله تبارك الله عليها، يعني عملت كده اللي هو إيه، حبّة اختلافات العيد ده اللي هو اشتريت بقى السجادة الكبيرة اللي هي 2.5 في 3.5 يعني، بالفعل ما فرشتهاش خالص عشان خاطر عايزة أحط كده حتت بسيطة يعني أو سجاد بسيط، عشان خاطر الجو حَر جدًا، جدًا، وكمان اللي هو مش عايزة برضه السجاد يتبهدل، لإن بإذن الله بعد العيد على طول هالِم برضه السجاد يا بنات أعينه عشان خاطر بإذن الله لمّا آجي أفرشه في الشتا يكون برضه نضيف، وعشان خاطر برضه الشقة عندي في الحر فإيه، في الصيف بتكون حَر جدًا، جدًا، فما باحبش أفرش فيها حاجات كتير يعني وكده. فاللي هو قُلت بقى إيه، بما إن العيد السنة دي جاي بقى إيه في الحر زي ما أنتم شايفين أوي كده، ففرشت كده حاجات بسيطة يعني في الشقة. تمام، طبعًا برضه دي كانت جولة في المطبخ، بعد ما فرشت يا بنات كان معايا بالشكل ده، وكمان بقى غسلت البوتاجاز كده بعد ما فطرنا، وكمان غسلت المواعين، والدنيا كانت عندي رايقة وزي الفل ما شاء الله تبارك الله عليها يعني، وكمان حطيت بقى تلج على الترمس كده عشان خاطر برضه اللي هو الجو حَر جدًا، جدًا، عايزة أقول لكم الجو حَر عندي في الشقة بطريقة صعبة، فاللي هو لو سِبته كده فاللي هو ممكن يطلع له ريحة يعني لا قدّر الله وكده، فباحط عليه تلج لإن بالفعل ما فيش عندي مكان إن أنا أحطه في التلاجة، يعني لو في مكان في التلاجة كنت حطيته فيها، ولكن طبعًا عشان خاطر بقى عاملة حلة محشي ما شاء الله كده يعني وحاطاها في قلب التلاجة ومجهزة حاجات كتير يعني لغدا بكرة بإذن الله، فما فيش عندي مكان في التلاجة يعني وكده يا بنات، وطبعًا شايفين ما شاء الله الرُكنة عندي برضه حاساها يعني اللي هو إيه مختلفة شوية، طبعًا بقى شِلت المفرش اللي هو اللي كان فرو اللي هو كان لونه أبيض، حطيت اللي هو المفرش اللي لونه كشميري الصغير دوّة يا بنات عشان خاطر برضه أحس باختلاف وتغيير يعني في المكان. واتبسطت جدًا، جدًا إن أنا عملت الرفين دول لإنه كان وقعوا يا بنات وكنت زعلانة عشانهم جدًا، جدًا. فطبعًا الحمد لله ركبناهم وطبعًا ده كان شكل الreception وكمان حطيت بقى في الصالة برّه اللي هي السجادة الصغيرة اللي هي المفروض بتاعة أوضة النوم يعني حطيتها كده في النُص بس يا بنات كده عشان خاطر مش عايزة زي ما قُلت لكم يعني مش عايزة أحط سجاد كتير يعني وكده. فطبعًا ده كان شكل الreception وكمان كان شكل الصالة برّه، وكمان وريت لكم المطبخ، هنخش على طول بقى إيه، على أوض النوم برضه كده جولة سريعة ما شاء الله على اليوم، حاجة كده بجد تفتح النِفس، مش عارفة ليه يا بنات باحس إن الفرش بتاع العيد بيكون مختلف أوي، حتى لو أنتِ عاملة يعني حاجات بسيطة بتحسي برضه بالفرحة كده وبتحسي بتغيير في المكان، وحتى لو حاجة فرشتيها قبل كده 100 مرة، يعني أنا ما فرشتش على السراير حاجة جديدة يعني، أنا حاجات موجودة عندي متجوزة بيها. وبالفعل فرشتهم كام مرّة يعني في الأعياد، بُصّوا أنا عندي كده حبّة حاجات مميزين ما بافرشهمش إلا في الأعياد يعني، تمام، باسيب كده الأيام اللي هي العادية باسيب يعني عندي كده حاجات معيّنة ليها، وحاجات معيّنة بعينها أفرشها في الأعياد يعني وكده، باحس إن هي حاجات مميزة يعني. هنا بقى ما شاء الله تبارك الله دي كانت أوضة الولاد، فرشت اللي هو الشريط السجاد ده يا بنات، حاجة بسيطة كده في النُص عشان خاطر زي ما قُلت لكم يعني، مش عايزين سجاد كتير في المكان، وكمان فرشت بقى اللي هي الكوفرتيات دي يا بنات لونها كده اللي هي off white فرشتهم كده على السرير وحاسة ما شاء الله يعني فاتحين كده المكان عشان خاطر الغرفة هنا أساسًا هي باحسها إن هي إيه، عتمة شوية قافشة في بعضها كده، فما باحبش أفرش فيها حاجات غامقة يعني وكده. وهنا حطيت بقى الاتنين كومودينو كده جنب بعض، عشان خاطر هناك حطيت اللي هو إيه، يعني أمّا نقلت السرير من مكانه يعني وكده، فالدنيا اتكركبت معايا شوية، فطبعًا اضطريت إن أنا أشتري بقى إيه، الكومودينو يعني من هناك أجيبه هنا. فطبعًا دي بقى كانت الجولة في الأوضة بتاعة الولاد، لسه باقي معانا الغرفة الكبيرة، ويكون كده خلّصنا الجولة بتاعتنا النهارده، يكون ده فرش العيد يعني. أتمنى طبعًا فرش العيد السنة دي أو العيد ده يكون عجبكم يعني يا بنات، ويالّا بقى بينا على طول ندخل على الأوضة التانية، نقفل الباب ده ونفتح الباب التاني بتاع الأوضة التانية، ونقول ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونفتح كده الباب، وبرضه آخد كده جولة سريعة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على طول كده برجلينا اليمين ونقول ما شاء الله تبارك الله. شايفين بقى يا بنات اللي هو برضو العيد اللي فات كنت فرشه معاكم طقم كرومبي بس ما كانش اللي هو ده، يعني انا عندي اساسا الاطقم بتاعت السير بتاعتي كلها متكرره، يعني عندي مثلا 2 كرومبي للستري الكبير واتنين للسراير الصغيره وهكذا يعني، فعندي الالوانات متكرره كتير بس زي ما قلت لكم بتبقى حاجات مميزه عندي كده. فزي ما انتم شايفين يا بنات فرشت بقى ايه الطقم ده على السرير، وكمان حطيت بقى السجاد اللي هي بتاعة أوضة النوم، بس هو بقى مع تغيير النظام يعني، اللي هو السرير كان مكان اللي هو إيه، مكان التسريحة، والتسريحة كانت مكان السرير يعني وكده، أنا بس قلبت الدنيا، جبت هنا السرير وحطيت هناك التسريحة وكده، تمام، وحطيت السجادة هي بتاعة أوضة النوم في النُص كده يا بنات، بس ما شاء الله حاسة إن
يعني حاسة إن النظام حلو أوي، حاسة إن الأوضة ما شاء الله بقت شِرَحة وبِرحة كده مش عارفة ليه، مع إن أنا يعني قلبت الموضوع بس مش أكتر من كده. أنا طبعًا وأنا بانضّف كده تنضيفة العيد قُلت أمّا أعمل كده تغيير بالمرّة بما إني ناكشة وقالبة الدنيا يعني. وكمان ما حطيتش بقى الستاير على اللي هي بتاعة الأوض يعني، ما حطيتش الستاير بتاعة الأوض عشان خاطر بقى الجو حَر وكده، الجو حَر وكمان قُلت هو كتغيير يعني. هنا بقى كنت جايبة اللي هُم المفارش دول يا بنات ما شاء الله لونهم كده كرنبي، زي ما أنتم شايفين هُم 4 كنت جايباهم ب20 جنيه بس حلوين جدًا، جدًا. طبعًا حاطة كده 2 جنب بعض، دول مفرشين جنب بعض، وحاطة كده ما بينهم اللي هو إيه الحمامتين اللي أنتم شايفينهم دول، وبس كده. هي طبعًا دي كانت أوضة النوم، وده كان فرش العيد فيها يعني السنة دي يا بنات. بُصّوا هي زي ما قُلت لكم هي بتبقى كده حاجات بسيطة بس بلمساتِك أنتِ بتخلّي الدنيا معاكِ، يعني بيتِك ده مهما يكون بسيط بتحسّي إن هو كده إيه، مملكة مش بيت يعني. فربنا يملا لنا بيوتنا كلنا بركة يا رب، ونفضل كده يعني قانوعين وراضيين حتى لو بأقل من كده فالحمد لله رب العالمين. طبعًا يا بنات اللي هو إيه خدتكم يعني من الزاوية دي ومن الزاوية دي عشان تشوفوا برضه الغرفة ما شاء الله، حاسة كده إن هي يعني وسعت عن الأول مش عارفة ليه، يعني ممكن تكون الناس اللي متابعيني ممكن يعني إيه ياخدوا بالهم من الموضوع ده. طبعًا بقى قفلت باب الأوضة يا بنات، وطبعًا دي كانت جولتنا النهارده. وكان فرش العيد يعني، وأتمنى طبعًا يكون عجبكم، ويا رب كده نكون دايمًا مع بعض على طول. بُصّوا في أعياد كتير جدًا، جدًا نفرش كده ونتهنى مع بعض بإذن الله. طبعًا دي كانت الجولة يا بنات وأتمنى تكون عجبتكم. ودي طبعًا كانت جولتنا أو ده كان فرش الشقة العيد ده يا بنات، وأتمنى طبعًا يكون عجبكم. هو يعني هي حاجة بسيطة جدًا، وكمان تغيير اللي عملته في الغرفة، فحاساه إن هو إيه برضه فاتح نفسيتي كده. وكمان زي ما قُلت لكم وإحنا شغالين في الجولة كده إن أنا عملت يعني اللي هو إيه حطيت سجاد خفيف يعني عشان خاطر الجو حر جدا، ومش عايزه اللي هو ايه اكتم الشقه كلها يعني. وبحيث برضو ساعه ما العيد يعدي على طول باذن الله اقوم لما السجاد برضو كالعاده واعينه عشان يكون نظيف، عشان معرفش برضو يعني كل فتره كده او كل ما اجي افرش مثلا اقعد اللي هو ايه اجهد نفسي واتعب نفسي يعني وكده، او اتمرمط في غسيل السجاد. لا انا كده اللي هو ايه بغسله على دخلة مثلا رمضان او دخلة العيد الصغير، وبعدين بعينه برضو نضيف للشتاء وبعيد فيه برضو العيد الكبير. وطبعا ده كان فيديو النهارده واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. وطبعا ده كان فيديو النهارده واتمنى يكون عجبكم. اشوفكم على خير مع الف سلامه.